السلام عليكم ورحمة الله. ده طبعا راوترين عشان اللاب بتاع الاكسس كنترول ليست بتاع التحكمات للترافيك بتاع الشبكة بتاعتنا. راوترين 2800 سيسكو. تمام. طبعا موصلين هنا الكونسول كيبل. تمام. وموصلين وصلات السيريال عند سيريال 00 في الراوتر الاول، والراوتر التاني برضو سيريال 00. وموصلين الفاست ايثرنت الشبكة الداخلية للراوترين. طبعا الفاست ايثرنت للشبكات الداخلية اللي بتتربط بالسويتش دايركت، والسيريال للشبكات الخارجية. تمام. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ النهاردة الأكسس كنترول ليست اللي هي اي بي ترافيك مانجمنت. نتكلم على تحكمات الترافيك بتاع الشبكة. اكسس كنترول ليست نوعين: ستاندرد اكسس ليست واكستندد اكسس ليست. تمام. طبعا الستاندرد اكسس ليست من جهاز ل 199 جهاز. الاكستندد اكسس ليست من 100 جهاز ل 199 جهاز. تمام. فده طبعا اللاب بتاعنا، الشبكة الخارجية بتاعتنا بتاع الراوتر الأول 15.0.0.1 سيريال 1. بعد كده الشبكة الداخلية بتاعتنا 10.0.0.2. بالنسبة للراوتر التاني 15.0.0.2 و20.0.0.2. طبعا في عندنا هوستين: هوست A هوست B. هنعمل تحكمات عليهم بحيث مثلا هوست A ما يوصلش لدول، هوست B هو اللي يوصل بس. كده عملنا اكسس كنترول ليست على الشبكة الداخلية بتاعتنا ان هي متتصرفش مع الشبكة الخارجية بتاعتنا الناحية التانية. هنعمل راوتنج بروتوكول ما بينهم ريب زي ما اخدناها المرة اللي فاتت. راوتنج بروتوكول طريقة ربط ريب. طبعا في انواع من طرق الربط. الريب، الستاتيك، الاي جي ار بي، الاو اس بي اف. نبتدي نشتغل. هنعمل امر شو اي بي انترفيس بريف عشان نبين الانترفيسز بتاعتنا. طبعا هنكتب الانترفيسز زي ما ظاهر في الفيجر عندنا. نعمل الشبكة مظبوطة. config terminal هنخش انترفيس كده. هنختار الانترفيس بتاعنا fast 00 IP address 10.0.0.2. بعد كده IP address 10.0.0.2 255.0.0.0. ده سبنت ماسك هنغطيهم طبعا في النظري. نشط هنعمل تفعيل للبورت جهاز الرسالة اب. خلاص كده اتفتح البورت. اتفتح البورت كده. config terminal هنخش على الانترفيس التاني اللي هو السيريال اللي هو 00. السيريال اللي هو 00 اللي هو 15.0.0.1 اي بي ادريس 15.0.0.1. نحط السبنت ماسك 55.0.0.0. نشط هنفعل البورت.
كده اب كده اتفتح، سيريال 11 اتفتح، البورت الخارجي اتفتح، طبعا ظهر اب. هنعمل شو اي بي انترفيس بريف. كده ظهر البورت الداخلي الفاس ايثرنت 00 10 002 اب و سيريال 0 15 001 اب، فالاتنين اب يبقى كده مظبوط. نخش على الراوتر التاني. نخش على الراوتر التاني ونغير الاسامي بتاعت الهوست نيم عشان ما يتلخبطش ما بين الراوترات. كده دخلنا في الراوتر التاني، هنغير اسمه config terminal host name router 2. host name router 2. هنعمل دو شو اي بي انترفيس بريف، هيبين عندنا الانترفيسز. تمام، هتبان عندنا الانترفيسز. هندخل انترفيس الاولاني فاس ايثرنت 00 اللي هو 15.0.0 اسف اللي هو 20.0.0.20. طبعا انا هكتب الاي بي غلط عشان هيحصل اوفرلاب. ده يعلمنا ان الانترفيسز اللي هو فاس ايثرنت 00 لازم يبقى اي بي مختلف عن الفاس ايثرنت 01، مختلف عن السيريال 1، مختلف عن السيريال 2. ليه بقى؟ عشان هيحصل اوفرلاب. فانا كاتب عمد كده، كتبت عمد اللي هو الاي بي ادرس 15.0.0.2 كتبته عمد خطأ عشان هيحصل ايرور دلوقتي. انا عملت الفاس ايثرنت 00 15.0.0.2 ماشي، عشان في ايرور كده هيتعمل دلوقتي هنعمله. config terminal interface 00. تمام، كده علمنا على الشبكة الخارجية سيريال بورت السيريال سيريال نيم 0. كده دخلنا على الشبكة الخارجية بتاعتنا بتاعت الراوتر التاني اي بي ادرس 15.0.0.2. ماشي، انا عملت نفس الاي بي، ما ينفعش اعمل اي بي متشابه، قال لي في اوفرلاب، فلازم اغير الايه الاي بي. اغير الاي بي بتاع الفاس ايثرنت هيبقى 20.0.0.20. فلو عملت اي بيات متشابهه هيحصل اوفرلاب، ده مش مسموح في الاي بيز خالص. هنغير الفاس ايثرنت 00 config terminal. نخش على الفاس ايثرنت 00 هنغيره ل 20.0.0.20.
هنغيره من 15.0.0.2 ل20.0.0.20. طبعا هغطي الاي بيات والسبنت ماسك. كده هنعمل شو اي بي انترفيس بريف. هنشوف الاي بيات. كده الاي بيات اتغيرت. فاس ايثرنت 00، فاس ايثرنت 20.0.0.20، والسيريال الشبكة الخارجية بتاعتنا 15.0.0.2 زي ما موجود في الفيجر. طبعا هنا احنا هنمنع الهوست A ان هو يخش على السيرفيسز دي خالص، على الويب سيرفر والاف تي بي سيرفر. الويب سيرفر ده اللي فيه الفايلات الويب سايت بتاعنا. الاف تي بي سيرفر اللي بيبعت لنا مسجات على الموبايل. وفي ميل سيرفر وفي فويس ميل سيرفر. في كذا نوع من السيرفر. في سيكوال سيرفر، داتابيس سيرفر. طبعا كورسات السيرفرات دي كورسات مستقلة خالص عن السيسكو، تبقى طبعا مايكروسوفت. برضه بنديها MCSA و MCSE. هنخش في راوتر 2. هنعمل شبكة داخلية تانية فاس ايثرنت 01. هنعملها 13.0.0.1 15.0.0.0. تمام. عملنا شبكة داخلية تانية في الراوتر التاني. نو شات. نعمل شو اي بي انترفيس بريف. كده ظهرت الشبكة الداخلية التانية 13.0.0.1. هنكتب امر config terminal. نخش على انترفيس 01. طبعا هنا معمول داون، فعايزين نشوف ايه المشكلة. عملنا نو شات اشتغل. نعمل شو اي بي انترفيس بريف. هنشوف ايه المشكلة في بورت السيريال 00. لقيناه اشتغل. هنخش على دلوقتي الريب. هنعمل ريب بروتوكول. هندخل امر شو اي بي روت. ده بيبين لك الشبكات
الشبكات الخارجية والداخلية بتاعتنا. هنا عملنا شو اي بي روت، ظهر الشبكة الخارجية. الشبكة الداخلية ما ظهرتش. نخش على الراوتر التاني، نخش الراوتر الأول. شو اي بي روت كده ظهر الشبكة الداخلية والخارجية اللي هي 20.0.0.0 و20.0.0.20. ليه هو بيصفر الشبكة الداخلية؟ المفروض هي 20.0.0.20، بس هو مصفرها ليه؟ لأن الشبكة الداخلية بتكون متصلة بسويتش مثلا 48 بورت، 24 بورت، 8 بورتات. فده يبقى مثلا 20.0.0.20. بعد كده في جهاز تاني بيخش يبقى 19، 15، 1، 7، 102. بس بيختلف بقى، يعني الشبكة تبقى قابلة للزيادة، فهو مصفر الخانة الأخيرة ديت لأن هي معناها إيه؟ شبكة قابلة للزيادة. تمام، عشان تكونوا فاهمين إن هو 20.0.0.20 ده المفتاح اللي بيدخل السويتش، عشان هو بيبقى امتداد الشبكة. السويتش هو اللي بيدخل الشبكة الداخلية كلها في البورت اللي هو اسمه فاست ايثرنت 00. فاست ايثرنت 00 واخد اي بي من الاي بيهات. بعد كده الشبكة الداخلية بتاخد نفس الاي بي باختلاف الخانة الأخيرة اللي هي دي. نبتدي هنكتب طبعا النتورك اللي هو الداخلي اللي هو 20.0.0.0، والنتورك الخارجي بتاعت السيريال 15.0.0.0. الرقمين اللي ظهروا لنا دول هنكتبهم تحت الراوتر ريب اللي هو الراوتنج بروتوكول، طريقة الربط ما بين الراوترات الشبكات الخارجية. config terminal راوتر ريب نتورك. هندخل الشبكة الداخلية نتورك 20.0.0.0 نتورك 20.0.0.0. بعد كده نتورك دي الشبكة الداخلية، ندخل الشبكة الخارجية نتورك 15.0.0.0. نخش على الراوتر الأولاني. كده دخلنا الراوتر الأول، هندخل أمر شو اي بي روت. كده لقط الشبكة في شبكتين خارجيتين اللي هي 10.0.0.10. طبعا هو مصفر الخانة الأخيرة عشان مرتبطة بسويتش، وهنا برضو الشبكة الداخلية التانية متصلة بسويتش تاني مصفر الخانة الأخيرة. يعني مثلا دي 13.0.0.1 تبقى 2 3 لغاية مثلا 48. بعد كده دي الشبكة الخارجية بتاعتنا بتاعت الراوتر التاني. نتورك هنكتب الشبكتين الداخليتين هي 10 و15. الشبكة الداخلية 10.0.0.0 هتخش. بعد كده الشبكة الخارجية بتاعت السيريال 15.0.0.0. دخلنا الشبكة الداخلية بتاعت الراوتر اللي احنا عليه. راوتر ريب هندخل الشبكة الداخلية 10.0.0.0. بعد كده ندخل الشبكة
الخارجية 15.0.0.0. نخرج هندخل امر شو اي بي بروتوكولز عشان نشوف الربط حصل ولا لا. كده الربط حصل، الشبكات الداخلية بانت اهي 10.0.0.0 اهي 10.0.0.0 15.0.0.0. دي الشبكة الخارجية ودي الشبكة الداخلية. الجيت واي اللي هو الراوتر الناحية التانية، اللي هو السيريال الناحية التانية بتاع الراوتر اللي انا شابك بيه عن بعد. الجهة الاخرى الراوتر اللي انا متصل بيه الناحية التانية 15.0.0.2. يبقى حصل ربط بنجاح. هنعمل شو اي بي روت، هنشوف نتأكد ان الربط حصل بنجاح ولا لأ. هنا طبعا كلمة ار ده معناها ريب، نوع الربط اللي هو راوتنج بروتوكول ريب. دي الشبكة الداخلية التانية اللي انا متصل بيها من خلال الجيت واي بتاعنا اللي هو فوق ده. الجيت واي بتاعنا اللي هو فوق ده اللي هو السيريال نمبر بتاع الجيت واي الراوتر المتصل بيه الناحية التانية من خلال بورت سيريال 00. طبعا البورتات الداخلية بتاعة الراوتر الحالي اللي هي 10 و13 ودي الشبكات الداخلية بتاعتنا، ودي الشبكة الخارجية بتاعتنا 15. تمام. دلوقتي نعمل اكسس كنترول ليست. هنمنع الهوست ايه اللي هو 10.0.0.1 ان هو يخش على السيرفرات، او الخدمات اللي هي الويب والخدمات بتاعت الاف تي بي. اسمح لاي جهاز تاني ان هو يتمتع بالخدمات دي. هنطبق امر الاكسس كنترول ليست. config terminal access list 10 deny host 10.0.0.1. يبقى كده بمنع الهوست ده ان هو يطلع من الراوتر اساسا، مش مسموح له. تمام. permit any يعني اقبل اي حد تاني، يعني الهوست اللي جنبه هيقدر يخرج بره الراوتر ويتمتع بالخدمات. نقطة الخروج بتاعة الراوتر بتاعنا اللي هو سيريال 0. نقطة الخروج اللي هي سيريال 0 اللي هي دي انترفيس سيريال 0. دي نقطة الخروج بتاعتنا. دي يبقى انترفيس سيريال 0. انترفيس سيريال 0 كده دخلنا عليه. كده هندخل امر اسمه اي بي اكسس جروب 10 اوت. دي نقطة الخروج بتاعة الراوتر بتاعنا للراوتر التاني. كده خلصنا الستاندرد اكسس كنترول ليست. هنخش على الاكستندد اللي هو من 100 ل 199 جهاز.
نفس الاي بي، نفس التفاصيل اللي فاتت بالظبط، بس باختلاف اوامر بسيطة. دلوقتي الفرق ان احنا هنمنع هوست ايه، هنمنع هوست ايه ان هو يتصل بالاف تي بي، وهنخليه يتصل بالايه، بالويب، وهنخلي الهوست بي يتصل بالاف تي بي وما يتصلش بالايه، بالويب. ده الاكسس كنترول ليست اللي هو بيخلي الترافيك بتاعنا نقول الترافيك ده هيعمل ايه بالظبط. نعمل شو اي بي روت، هندخل الامر على طول، يعني نفس الشبكة. هنعمل ايه، اكسس ليست 110 ديناي، نعمل منع للهوست ايه ان هو يوصل للسيرفر الاي بي بتاعه 20.0.0.1 سيرفر الويب، وهنمنع اللي هو الهوست 2 ان هو يوصل للاف تي بي سيرفر اللي هو الاي بي بتاعه 20.0.0.2. اي حاجه غير كده اقبل. ندخل الاوامر، وبعد كده دي هندخل نقطة الدخول بتاعت الشبكة بتاعتنا. نقطة الخروج كتبناها في الستاندرد في اللاب اللي قبليه. هندخل الأوامر ديت، أخش على الكونفيج تيرمينال، وهنبتدي ندخل أوامر الأكسس كنترول ليست. أكسس ليست، أكسس ليست 110 deny، امنع الهوست الاول اللي هو هوست ايه، الاي بي بتاعه 10.0.0.1. ارجع الرسمة هتلاقي الاي بي هوست ايه، الاي بي كده 10.0.0.1. بعد كده طبعا ده الاي بي اللي هو 20.0.0.1، ده الاي بي بتاع الويب سيرفر. اي كيو معناها سيرفر. بعد كده هنكتب الهوست بي الاي بي بتاعه. طبعا هيتمنع من الاف تي بي، هيتمنع من ايه، من الاف تي بي. اكسس ليست 110 permit اي بي اني ان. بعد كده ندخل الشبكة الداخلية. فاس اس 0.0
دخل الأمر IP Access Group 110 M. بكده حددنا الشبكة الداخلية والخارجية في الأكسس كنترول ليست تحكمات الترافيك بتاعنا. هنبتدي اللاب الجديد ان شاء الله في النات ده بيستخدموا الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي هي شركات الممدة بالانترنت. هناخده طبعا هو 3 انواع، هنبتدي ناخده المرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.